رسالتي لك اليوم: أيامك الجاية ستكون مثل حصاد يوسف. التزم الدعاء وحسن الظن بالله. شفتي أمنيتك البعيدة؟ ستأتي بإذن الله. أنت في التفكير، وربك في التدبير. اسعى، وفوض الأمر لله. مهما كانت أمنيتك مستحيلة، فربك على كل شيء قدير. واعلم أن مع العسر يسرا، وأن بعد الظلام نورا، وأن مع الشدة الفرج، وأن في كل ضيق مخرجا، وفي كل بلاء حكمة. فلا تفقد الأمل، ولا تحزن، فإن الرحمن معك، يسمع دعاءك، ويرى صبرك، ولن يخيب رجاءك. فاسعى، وتوكل، وأحسن الظن بالله، فإن ما تمنيته سيأتي في الوقت الذي يراه ربك خيرا لك. إياك واليأس، فالرجاء مفتاح الراحة، والصبر درب النجاح، والدعاء جنة المؤمن. فقل: يا رب، إني أعلم أن خيرك لا يترك، وفضلك لا يؤخر، فارزقني ما أتمنى واجعل لي فيه بركة. وتذكر: إذا أراد الله، قال لشيء كن فيكون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب أو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.